And let's be clear, ads is the main way that all of these platforms make money. So if they cannot retain people on platform with your content, they're going to give that content to someone else. للاسف في ناس لحد دلوقتي مقتنعه انها ما عملهاش ادوبان او ان الجوريزم هتنها ضدهم لحد ما يرفعوا الريج. الكلام ده كان ممكن يكون حقيقي من 5-6 سنين فاتوا، بس في 2025 وفي اللي جاي لازم تفهم السبب الحقيقي ورا حاجه زي كده. كل منصات السوشيال ميديا سواء انستجرام يوتيوب او تيك توك عندها هدف واحد بس، انها تخلي الناس تقعد على الاب لاطول فتره ممكنه، وبالتالي تعرض عليهم اعلانات اكتر وتكسب فلوسات. بس كده هو ده البيزنس موديل. مش فارق معاهم اذا كان عندك 100 فولور ولا 100,000، وحاجه زي كده لسه يوتيوب ما كده مش عارفين فات. اللي يهمهم هو سؤال واحد بس، هل قطعه المحتوى دي قادره تشد الناس اكتر من اي حاجه ممكن نعرضها دلوقتي؟ بس كده هو ده السؤال. جواي هتعرضها، لو لا هتدفنها. وخليك فاكر دايما ان احنا بنتكلم عن السوشيال ميديا، دي مش نتفليكس. في حاله السوشيال ميديا ما بيصرفوش مليارات على انتاج محتوى اصلي للمنصه. لو فكرت في السوشيال ميديا على سبيل المثال كانها ماكينه، فانت يعتبر البنزين اللي بيشغل الماكينه دي، سواء كل ريل او كل فيديو او كل يوم فولو بتنشرهم، فانت اساسا بتغذي السيستم. وبما ان في 2025 في ملايين من الناس حرفيا بتنشر كل يوم، فالخوارزميات دلوقتي عندها اختيارات اكتر من اي وقت فات، لدرجه ان على يوتيوب دلوقتي على سبيل المثال كل ساعه بتعدي بتنشر فيها 30,000 ساعه محتوى. فانت في حاله زي ديت اول ما المحتوى بتاعك يبطل يشد، هو بس مش بيتعاقب، هو كل الفكره انه بيتبدل بقطع المحتوى الثاني. وفي حاله ان البيزنس اونر بتعمل محتوى عشان تبيع، وخصوصا لو بتبيع هاي تيكت، لازم تبطل تفكر ان الالجوريثم مليونير دي حاجه، انها المفروض تعمل المحتوى التعليمي بتاعك زي اي محتوى تاني على المنصه، على سبيل المثال زي المحتوى الترفيهي. كل الفكره في المنصات شغاله دلوقتي انها بتكافئ الاداء، بيكافئ اي فيديو يخلي الناس تقعد ولو حتى ثواني اكتر شويه. فقبل ما تلوم الالجوريثم اسال نفسك السؤال ده، هل لو انا بعمل دوم سكرولين دلوقتي هوقف اشوف الفيديو بتاعك واسيب مئات الفيديوهات التانيه اللي ظاهره قدامي، ولا انا مجرد بنشر وخلاص؟ لان في لعبه السوشيال ميديا حاليا الانتباه مش فري، الاتنشن مش فري، الانتباه او الاتنشن لازم تكسبه. ولو عايز السيستم الكامل اللي يخلي المحتوى مش بس يجيب مشاهدات، ده يشتغل كسيلز تيم شغال 24 ساعه في الخلفيه، وفعلا نجيب لك فيز مش مجرد لايكات وكومنتات. اكتب يوتيوب في الكومنت وابعت لك السيستم كامل.